يا صباح السعادة، ازيكم حبايبي؟ معاكم ميري أنور. جاية لكم النهاردة هنعمل مع بعض عصير الكيوي. هنعمل كيوي باللبن حلو جدا جدا. النهاردة هنعمله صيامي بلبن جوز الهند، وطريقة لبن جوز الهند موجودة في فيديو على قناتي. يلا مع بعض ندخل الفيديو، بس استنوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا بسرعة على الفيديو. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل عصير حلو قوي، هو عصير الكيوي باللبن. بس النهارده انا هعمله لبن جوز الهند صيامي، وطريقه اللبن موجوده عندي على القناه، سهله جدا وبسيطه خالص. تمام كده، حلو قوي، هينفعك في الصيام وينفعك طول شهر رمضان. حلو ومغذي ومفيد. كمان معايا معلقه عسل ابيض كبيره. طبعا هنا معلقه العسل مفيده جدا. وهنا معايا حوالي معلقتين نعناع مركز، لو عندك فريش حطي نعناع فريش. وكمان معايا لبن جوز الهند، ده طريقته موجودة على القناة، سهل جدا وبسيط خالص، مش هياخد معاكي ثواني. حلو قوي لبن جوز الهند. كمان ما ينساش الكيوي، دول 4 حبات متقشرين. يلا مع بعض نكمل الوصفة. هنجيب الخلاط وننزل فيه بالكيوي، وكمان عليه النعناع المركز، ومعلقتين العسل الأبيض. هنا العسل الأبيض مغذي جدا ومفيد، وأفضل بكتير من السكر الأبيض. وهنزل عليه بكوباية لبن جوز الهند، وأبدأ أخد كل المكونات بتاعتي دي كلها، بس بسيطة خالص. صدقوني لونه وريحته وطعمه كان خطير جدا. كده أنا هفرمه وهوريه لكم، بجد حاجة كده عظمة. وهنبدأ نقدم العصير بتاعنا، شايفين شكله؟ اهي دي العصير الكيوي باللبن، حاجة كده بصراحة وهم وجميلة وبدون مواد حافظة. اعملي لولادك، مغذي جدا ومفيد جدا. شايفين؟ بجد لو شربتوه من بره من أي مكان هيبقى غالي ومش مضمون معمول ازاي. النهاردة احنا عملناه بلبن جوز الهند صيامي، انت ممكن تبدليه بلبن حليب. وكمان لو مش بتحبي النعناع ممكن تحطي نعناع أخضر فريش، وبنعمل له بدايل كتير. بس النهاردة أنا عاملة العصير الكيوي بلبن جوز الهند علشان صيامي. بألف هنا، وأتمنى تجربوه، هيعجبكم ويعجب أولادكم. وكفاية إن هو من غير أي مواد حافظة، يعني صحي جدا جدا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت تشجيعي. وأشكركم، كل سنة وانتم طيبين. مع تحياتي ميري أنور.